إلا ما فكيتيش الآن سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمة، ضعيف الوزن، منعدم القيمة. فبحيث شعبي العزيز هذه المسيرة سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن من الصعب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبي العزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد ونتاع الملاحم. غادي يظهر كذلك أنه المغرب في إمكانه أنه يحرك 350 ألف الناس، اللي ماشي حاجة قليلة، بماكلتهم، بشرابهم، بالمأوى ديالهم، بالدواء ديالهم. وعلى سبب المثال نعطيك مثلا مدة 12 يوم غادي يكونوا عشرات القطارات يوميا تتوصل الناس نتاع الشمال ونتاع المغرب الشرقي لمراكش، ومن تماك غادي ياخذوا السيارات الشاحنات لأكادير، ومن أكادير لطرفايا. الجميع نتاع السيارات الشاحنات 7813. عشر آلاف الناس اللي غادي تصلح للتأطير ديالك. المأكولات 17,000 طن، الماء 63,000 طن، الوقود 2590 طن، 2590 طن، 470 أطباء ومعينين للأطباء، 220 سيارة للإسعاف الطبية. هذه عملية شعبية العزيز ما يقوم بها إلا دولة اللي عريقة في المجد وفي النظام. مسيرة بنساء ورجال بلا ما يقع والو، مسيرة اللي غادي تدوم 15 يوم بلا ما توقع لا سرقة ولا نهب، مسيرة نتاع آلاف السيارات اللي ما وقعش بينها اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقى الماء باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى الوقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير صبليون. هذه تنزيد نأكدها، إذا لقينا من غير صبليون راه المغرب ما بقاش تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم انهم يضربوا 350 ألف عزال، ديك الساعات منهم رؤوسهم. حنا نخلوهم نديروا هذه. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين متحضر جارنا أحببنا أم كرهنا وأحب أم كره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بينه وبينه، لا أظن. بحيث شعبي العزيز هذه مسيرة عملية، هذه شهرين وانا تنهي فين نقول لك شعبي العزيز، شهرين وانا حامل هذا الحمل على الأعصاب ديالي زيادة على الأعباء الأخرى. شهرين في الصباح تنأمن 10 مرات، في الليل تنشك 20 مرة. شهرين وتنقول واش من حقي نزيد شعبي لهذه المسألة هذه أم ماشي من حقي؟ هل من واجبي أم ماشي من واجبي؟ من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نوصلوا لها. من واجبنا شعبي العزيز إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا،
ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإصبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. شعبي العزيز، هذا الموضوع لا يمكن أن يكتفي بنصف ساعة من الكلام، فإما له 15 دقيقة وإما له الليالي، وسوف تكون له إن شاء الله الليالي والأيام الغراء، تلك الليالي والأيام الغراء التي سنذكرها جميعا مع حفدتنا، والتي ستذكرها حفدتنا مع أبنائهم. شعبي العزيز، سوف لا أطيل عليك،